مفاجآت انهيار للدولار وإغلاق حكومي أمريكي يهدد العالم. هل أنت مستعد للخسائر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد من فيديوهات اقتصاد 360. خليني كده أقول لحضرتك حلقة النهاردة مهمة جدا، ويا ريت تسمعها من أولها لآخرها. هتعرف فيها أحداث كتيرة جدا ويترتب عليه للناس اللي هي معاها دولار ومش عارفة تعمل فيه إيه، تبيعه ولا تستنى ولا تحوله لذهب. كمل معايا الفيديو، مهم جدا لحضرتك، لأن دلوقتي في أحداث سياسية طرأت علينا كلنا غيرت وجهة الدولار نهائيا. تخيل كده معايا إن حضرتك تصحى الصبح تلاقي ان الحكومة الامريكية قافلة كل المصالح الحكومية بتاعتها والموظفين مش بياخدوا الرواتب بتاعتهم. ده مش فيلم، ده واقع بيحصل دلوقتي واللي هيحصل وهيأثر على كل حاجة، من دولار لذهب لبورصات عالمية. حتى حياتك اليومية هتتأثر بشكل فعلي. الأغرب من كده كمان إن الأسواق الأمريكية طلعت لأعلى من المتوقع رغم الأزمة. طب ازاي ده ممكن يحصل؟ وازاي نقدر نستفيد او نحمي نفسنا من موجة الاغلاق دي؟ تعالوا بينا النهاردة هنفهم كل التفاصيل الصادمة دي وهحللها مع حضراتكم، والقرار هيبقى لحضرتك في الاخر. عاوز تعرف؟ هقولك. بس علشان اقولك، لو اول مرة بتشوفني ما تنساش انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. قهوتك بقى الحلوة وحصلني. الإغلاق الحكومي في أمريكا وتأثيره الكبير. أمريكا قفلت جزء كبير من الحكومة وبعض الوظائف هتشتغل ببلاش، يعني موظفين وزارة الدفاع والقضاء والمطارات. كل ده هيأثر على حركة الناس والاقتصاد العالمي. الرقم صادم، تقريبا 15 مليار دولار أسبوعيا مش هتتحرك. الاقتصاد الأمريكي بقى على شفا حفرة. السؤال اللي لازم نسأله، هل الفيدرالي هيسيب الأمور كده ولا هيتحرك؟ والسبب صراع سياسي شرس بين الديمقراطيين والجمهوريين. كل طرف بيحاول يفرض رأيه، واللي بيتضرر هم المواطنين. بالظبط كده زي ما حصل عندنا، ارتفاع فايده خفض فايقه، مين اللي بيشيل الليله؟ المواطن في الاخر. قبل كده كانت عمليات الاغلاق الحكومي الامريكي دي وصلت لاسابيع، ومع كل يوم اضافي التاثير الاقتصادي بيكبر. وده مش هزار، لان كل رقم صغير بيتجمع ويبقى كارثه. لما تيجي تشوف بقى موقف السوق والمضاربات العالميه رغم الاغلاق، الاسواق العالميه الامريكيه طلعت لأعلى من المتوقع. ليه؟ لأن المستثمرين كانوا مستعدين للتحركات الكبيرة ومضاربات عنيفة في الأسهم من ذهب وعملات مشفرة. الفيدرالي مضطر يعتمد على القطاع الخاص بسبب ضبابية البيانات الحكومية الأمريكية، وده بيأثر بشكل مباشر على القرارات والفايدة وأسعار الفايدة، سواء كان خفضها أو تثبيتها. المستثمرين ممكن يسحبوا أموالهم من الصناديق النقدية ويستثمروا في الأسهم والذهب. بس السؤال هنا لحضرتك، لو انت مستثمر هتعمل ايه دلوقتي؟ طبعا شيء طبيعي، هتتحرك بحذر ولا تتحرك في السوق بشكل مباشر؟ طيب موقفنا احنا كمصريين ايه في الوضع الليله الحزينه اللي هم فيها دي؟ في نفس الوقت البنك المركزي المصري خفض الفايدة 1% بسبب التضخم والظروف العالمية. الأسواق المحلية انتعشت شوية، بس لازم نكون حذرين. بعض الأسهم ممكن تصحح، الدولار ممكن يتحرك، والأسواق العالمية مش مستقرة. نصيحتي هنا، خليك كاش، يعني تابع الفرص بحكمة وما تتهورش في الشراء دلوقتي، خصوصا العقارات او الاسهم. يعني مثلا لو لقيت عملة اجنبية بتنزل، دي فرصة للشراء. لكن لو حصل ارتفاع مفاجئ ممكن تكون مخاطرة كبيرة. يعني المشهد حضرتك، الفرص، التحذيرات. الفرص موجودة، العملات الأجنبية اللي بتنزل وبعض العقارات والبورصة المصرية في أسابيع التصحيح. لكن التحرك لازم يكون بحذر، يعني أي ارتفاع دلوقتي
ممكن يكون عرضة لذبذبة كبيرة والخسائر السريعة. لازم برضو تركز على الاستراتيجية بتاعتك وابقى مركز مع الكاش، لان بيقول لك في مثل كده بيقول لك ايه، ساعة الكاش الغالي يبقى ببلاش، لان دلوقتي في توقيت فرص. لما مثلا لو دخلت على سهم دلوقتي بدون خطة ممكن تخسر بسرعة، لكن لو انتظرتوا فترة التصحيح هتكسب زيادة كبيرة. لما تيجي تبص بقى على النظرة العالمية للأحداث اللي بتحصل دلوقتي من حالة الإغلاق والأسواق العالمية، أوروبا كلها برغم المشاكل الاقتصادية اليورو قوي وسوق العملة العالمية بيتحرك بشكل متوقع. عندك كمان التحويلات المالية والمخاطر الإلكترونية بتأثر على العالم كله. أمريكا بتحاول تحافظ على المصالح بتاعتها من خلال التحكم في التصدير والاستيراد. طبعا زي ما انتم عارفين فرضوا جمارك غير طبيعيه على كل دول العالم، بمعنى اصح كده الناس دي اشترت عداوه العالم. يعني اي تحرك اقتصادي في امريكا او اوروبا هيأثر علينا في مصر، سواء بقى على الدولار او حتى الذهب او حتى الاستثمار العقاري. ما هو انت برضو الاستثمار العقاري لازم برضو تعرف ان التصدير بتاعك في الاستثمار العقاري برضو وصل لمليار و500 مليون في السنه اللي احنا فيها حاليا، ولسه احنا ما قفلناش السنه. يعني ايه تصدير عقاري؟ تصدير عقاري يعني انت مش بتصدر، يعني مش تاخد البيت توديه في حته تانية، لا بالعكس. مفهوم التصدير العقاري ان بيجي عندك مستثمرين من جميع انحاء العالم ان هم بيشتروا عندك، زي بس بالظبط كده زي دبي. دبي هي رائده في العالم في تصدير العقارات، بيجيبوا مستثمرين لشراء العقارات الاماراتيه من كل انحاء العالم، وهي المتفوقه في الشرق الاوسط ودول العربيه. لما تيجي بقى نشوف التوصيات بتاعتنا للمشاهد، لازم اقول لحضرتك انك لازم تركز على النقط المهمه، لازم تراقب الاسهم ومتابعه العملات وتحليل الاسواق قبل اي خطوه. ولو حضرتك مستثمر عقارات اختار وقت مناسب وما تتهورش واحسب كل التفاصيل. لو عندك اموال جاهزه للاستثمار استخدمها بحكمه، ولو مش جاهز استنى الفرصه الصح. السوق دلوقتي فيه فرص ومخاطر كبيره، واللي يعرف يستغل الفرص ويبتعد عن المخاطر هيكسب كتير. سواء في امريكا او في مصر الاقتصاد دلوقتي كله عباره عن لعبه كبيره وارقام ضخمه وقرارات اصعب ومضاربات عنيفه. لو حابب تكسب وتفهم اللعبه ركز، خليك حذر واستنى الفرصه الصح تدخل فيها. بالنسبه بقى للناس اللي هي معاها دولار ومش عارفه تعمل ايه، بص حضرتك، انا لما يعني كانت في ناس بتقول لي ايه، هو انت مش كنت بتقول ان الدولار هيعلى هيعلى هيعلى؟ هو انت غيرت موقفك ولا ايه؟ انا ما غيرتش موقفي ولا حاجه. يعني دلوقتي احنا بنشهد احداث لاول مره بتحصل في تاريخ الكوكب بتاعنا. الاغلاق الامريكي ده هو حصل قبل كده عندهم، بس احنا دلوقتي في مراحل صعبه جدا. احنا على مدار 10 20 سنه يعني عمرنا ما سمعنا داخل مصر ان في حاجه اسمها اغلاق حكومي، وفي ناس كتير وانت حضرتك قاعد بتتفرج عليا اول مره تسمع عن الاغلاق الحكومي ده. احنا كلنا اتفاجئنا بيه. فلازم تعرف، وزي ما بقول لك في كل فيديو، ان الايام اللي احنا بنعيشها ملهاش كتالوج. حضرتك خايف على مدخراتك وتحويشه العمر اللي انت استثمرتها في الدولار، حوله للذهب. دخل واحد قال لي انت متاكد كده ان الذهب هيعلى؟ طب مش حال ان هو ما كانش بيرخص؟ طيب انا هقول لك سؤال وانت جاوبه براحتك. انت عمرك سمعت ولا شفت ان في حد استثمر في ذهب وخسر؟ انا في حياتي كلها اللي عشتها لا شفت ولا سمعت. لو انت سمعت ابقى قول لي في التعليقات تحت. وده وصلت معايا لنهايه فيديو النهارده، مش هوصيك انك تدعمني باللايك سبسكرايب وشير للفيديو، لان طبعا ده بيدعمنا كتير جدا ان احنا نكمل في محتوى اقوى وحصري. سلام.